السلام عليكم يا جماعة. اللي قدامكم دي بنت اسمها دعاء، زي اي بنت خلقها ربنا. حبت بس اختارت غلط، انسان بلطجي. حبت واحد بلطجي من شارعه، اللي هو يعني الواد المخلص اللي مقطع السمكة وديلها، واهلها وقفولها وقالوا لها بلاش، وهي صممت تتجوزه. المهم اتجوزوا. بعد 4 ايام من جوازه، 4 ايام بس وهي لسه عروسة، بان على حقيقته ضرب واهانه وقله قيمه وقله ادب. بلطجي عايزين منه يعني عايزه يكون منه عايزاه يصلي بيك العشاء مثلا. واحد بلطجي واهله قالوا لك انه بلطجي اسمه الجن. تخيلوا حضراتكم، واحده متجوزه واحد اسمه الجن، هتستنى منها يعني هتستنى منه معامله عامله كيف؟ المهم جت البنت دي وبقت حامل زيها زي اي زوجه. مش يحترمها ويحترم نفسه انه خلاص هيبقى اب؟ لا، ازاي ده اللي زي ده بلطجي وهيفضل طول عمره بلطجي. راحت للدكتور ورجعت تعبانه، راحت للدكتور تكشف ورجعت تعبانه. بدل ما يسالها الدكتور قالك ولا عملك ولا عامله ايش ولا الكلام ده كله العادي يعني، لا ده عامله لنا غدا النهارده. قالت له عامله صينيه بطاطس بس ما لحقتش اعمل رز ده يعني مش ما عملتش اكل خالص، لا ما لحقتش اعمل رز. نزل فيها ضرب وطحن، كسر عظمها وهي حامل، وبقى يشد ضوافرها بسنانه وطحنها طحن، وعمل لها تشوه، عض وشها وعمل لها تشوه في خدها. شوفوا البجاحة وقلة أدب وصلت لحد فين. ورماها من فوق من الدور الخامس ونزل جابها وطلع بيها ده كمل ضرب فيها. لما كسر لها الحوض ويعني خلى فيها تشوهات وهتعمل عمليات، يمكن لو نجت منها يا ما نجتش كمان. ربنا ينجيها من اللي هي فيه. امها بتحكي وبتقول انه رن عليا بالتليفون بعد ما طحن بنتي وكسر عظمه وعمل فيها ده كله. يقول لها انت عايزه بنتك حته واحده ولا حتتين؟ يعني انا لو مكانها قسما بالله لهفيك، بص هخليك انت نفسك كده نصين، لو هروح فيك في 60 داهية. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. عشان لما نقول للبنت فيكم بلاش ده، بلاش الشخص ده، تسمعوا الكلام. عشان لما نقول للبنت فيكم ده مش مناسب، تبقى تسمعوا كلام اهاليكم. قالوا لها دي مش مناسب، ده بلطجي. قالت فكرت نفسها انا ممكن تغير مين؟ اللي فيه طبع عمره ما بيتغير. عجبك فيه شغل الحلنجية يعني الواد المخلص اللي مفيش منه؟ طب هخلص عليك انت شخصيا. شكلها في المستشفى يعني يكفينا الشر يا رب. يعني شايفين منظرها ده منظر حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وان شاء الله اعدام حتى لو البنت ما ماتتش. الموضوع مش موضوع انها تموت في ايدك او لا، اللي انت عملته لوحده يستاهل الاعدام. ودي درس لكل بنت تحترم رأي اهلها. وبلاش لما حد من اهلك يقولك بلاش ده، يبقى بلاش ده. تسمعوا الكلام، انتوا ما بتفهموش اكتر مننا، احنا ياما شفنا في الدنيا، ولازم تسمعوا كلامنا عشان احنا شايفين اللي انتوا مش شايفينه. طب انت استفدتي يا دكتور؟ حياتك كلها بقت في خطر وجنينك في خطر، ويا عالم كنت هتقومي من اللي انت فيه ده ولا لا؟ ربنا ينجيها ويصبر امها.